مش عادي، هاي الوصفة للسمك وهاي التتبيلة اللي رح نعملها اليوم مع بعض قديه طيبة وقديه بيطلع السمك من جوا جوسي ومن برا مش. وللتتبيلة رح نحتاج البابريكا، الكركم، بهارات مشكلة، الكمون، الزنجبيل البودرة، الكزبرة الناشفة، فلفل أسود وملح. رح نحتاج عصير ليمونة كامل، ورح نحتاج زيت الزيتون. هون أنا استخدمت الثوم، استخدمته فريش وطحنته ناعم كتير وضفته للتتبيلة. حركت كل المكونات مع بعض لحد ما صارت عندنا التتبيلة جاهزة. بالنسبة للسمك أنا استخدمت سمك لوت الكبير، فتحناه من جوا، طبعا نظفناه، نشفته من المي تماما، وراح أبلش أدهن التتبيلة فيه من برا ومن جوا. طبعا ما بقدر أقولكم قد إيه ريحة التتبيلة طيبة وطعمها أكتر من رائع. هون بعد ما حطينا التتبيلة على السمك من برا ومن جوا، هيك صارت عنا السمكة جاهزة. طبعا بنعرف إنه السمك فريش، بتكون عنا العيون طالعة لبرا مثل ما انتم شايفين، لونها شفاف، وبكون عنا الخياشيم من جوا لونهم أحمر. هلأ بالنسبة للصينية أنا استخدمت صينية الخبز تاعت الفرن، حطيت الخضار، البصل، الجزر، البطاطا. استخدمت البهارات الصحيحة، القرنفل، الفلفل الأسود، الهيل. رجعت كمان استخدمت رشة من البهارات المشكلة، والفلفل الأسود رجعت حطيت منه ناعم. برضو كمان هون استخدمت زيت الزيتون. طبعا أكيد ممكن نستخدم أي زيت متوفر عندنا نباتي. حركت الخضار كلها مع بعض، وبعدها حطيت السمكة، قطعتها لقطع أصغر، ورتبتها فوق الخضار، ورشيت عليها رشة فلفل أسود على الوجه، وراح أحط معها حبتين من الفلفل الحار اختياري حسب الرغبة. هيك صارت عنا جاهزة. رح نبلش نغلفها بورق الزبدة. طبعا ورق الزبدة كتير مهم، إذا مش موجود ممكن نستغني عنه، بس لأنه بيعطي طراوة للأكل، وبرضه بيعزل بين ورق الألمنيوم والأكل، فبالتالي بيكون عنا الأكل صحي أكتر. هلأ هون بنسكره كتير منيح، بندخله على الفرن على درجة حرارة 160 في البداية من تحت. لما يبلش عنا يستوي بنشيل ورق الألمنيوم وورق الزبدة، وبنخليه يستوي بدون ورق الألمنيوم ولا ورق الزبدة. بنخليه لحتى يصير كريسبي شوي من فوق ويستوي تماما، بيكون عنا كريسبي وجوسي من جوا، كتير طري، ميته فيه ومن برا كتير مقرمش. طبعا هيك بعد ما خلصته شوفوا ما شاء الله، كيف اللون من فوق ومن جوا لسه أبيض أبيض وكتير طري. وهيك إن شاء الله خلصت وصفتنا. ممكن تقدموا جنبها الرز، ممكن تقدموها زي ما هي. ومثل ما حكيت لكم السمك اللي استخدمته بهاي الوصفة هو سمك اللوت، ممكن تستخدموا أي نوع أنتم بتحبوه. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم الوصفة.